See you soon, Nassar fans. كريستيانو رونالدو وصل إلى العاصمة السعودية في بداية مشوار طويل مع نادي النصر. طبعا الظهور الأول للاعب مع فريق النصر في مباريات دوري روشن لم يحدد حتى الآن بسبب وجود قرار انضباطي بإيقاف اللاعب مباراتين من الدوري الإنجليزي. الآن لجنة الانضباط السعودية تنتظر وصول البطاقة الدولية للاعب، لأن يكون مرفق فيها إذا كان هذه العقوبة راح ترحل له من الدوري الإنجليزي حتى الدوري السعودي. اللاعب طبعا بطاقة الدولية له لم تصل حتى الآن، يمكن تصل غدا الثلاثاء. وأيضا تسجيل اللاعب مرتبط بحصول النصر على الكفاءة المالية. حتى الآن النصر لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية أو رخصة الكفاءة المالية، إضافة لوجود متأخرات في قضايا منظورة أو قضايا صدر بها قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا الملف راح يتولاه أعضاء شرف نادي النصر حتى يتم تسجيل اللاعب رسميا. غدا كريستيانو رونالدو في الساعة 7 مساء سيكون متواجدا في حفل راح يتم تقديم اللاعب فيه في ملعب مرسول بارك. عدد التذاكر اللي مطروحة هي 22,000 تذكرة، عدد الويتنج ليست عدى 100,000. يعني متوقع هذا التدريب الأول والظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي في طلبات يمكن تتجاوز 250,000 طلب للتذكرة. الحقيقة السعر اللي انوضع سعر جدا متميز، سعر 15 ريال، وقرر نادي النصر تحويل هذا المبلغ بالكامل لإحدى الجمعيات الخيرية.